الجميلة دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما اتربينا وتعودنا عليها، بطريقة تقليدية جدا، بس نمشي بالخطوات كده واحدة واحدة وان شاء الله تنجح وتبقى كويسة معانا. ياريت لو اول مرة تشوفوني ما تنسيش تشتركي عندي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ونعمل مع بعض بقى مكملين ان شاء الله في وصفات رمضان وحلويات رمضان. ولو عندك اي استفسار ياريت تسيبولي في الكومنتات وانا هرد عليك. نبدأ الفيديو ونقول بسم الله. اول حاجة هعملها معايا هنا شربات الكنافة علشان يبقى مظبوط. نعمل مع بعض المكونات ديت علشان انا مش عايزاه لا يكون خفيف قوي ولا تقيل قوي. فاحنا هنبدأ بالشربات. طبعا معايا كوبايتين سكر كبار وكوباية مية كبيرة، والكوباية التانية يعني كوباية الا ربع كده. يعني كوبايتين السكر احتاجوا معايا كوبايتين الا ربع من المية. هحطهم على النار واسيبهم يغلي، واول ما تغلي هرش عليها عصرة ليمونة ورشة فانيليا واسيبها تبرد تماما معايا. نبدأ بقى في الكنافة. المكونات اللي انا عايزاها طبعا كوباية سكر بودرة، كوباية واحدة بس، وكوباية او كوباية ونص من السمنة بسيحها كده على البوتاجاز يدوب بس بتسيح معايا وتفك من بعضيها. ومعايا كمان نص كيلو من الكنافة. هحط الاول السكر البودر معايا على الكنافة وابدأ ان انا اوزعه كده، وطول ما انا بعمل بقطع في الكنافة بتاعتي لازم كده افضل اقطع فيها. وبعدين بحط السمنة معايا وبوزعها في كل الكنافة اللي معايا. وبعدين ببدأ ان انا افرك الكنافة كده في السمنة. بصوا شايفين ازاي لونها هيتغير معايا تماما. فاول ما كده كل السمنة تتشرب في الكنافة كده اتأكد ان الكنافة بتاعتي جاهزة معايا. لازم الكنافة تكون جاهزة معايا بالشكل اللي احنا شايفينه دوت علشان ما تنشفش معايا او تبوظ. فاحنا مكملين مع بعض كده اهوت. هفضل انا بقى اقطع كده في الكنافة وادخل فيها السمنة لحد ما تتشرب كلها بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. لازم اتأكد ان الكنافة بتاعتي كلها دخل فيها سمنة. طبعا مشغلين الفرن قبل ما ابدأ خالص. انا مشغلة الفرن بتاعي وسايباه يسخن زي ما احنا متعودين، وما بتاخدش وقت في الفرن خالص على فكرة. فانا بعد ما خلاص بقى بصوا شكلها بقى عامل ازاي، كلها تلون لون اصفر. بصوا باين طبعا جدا اللون بتاع الكنافة اتغير ازاي. خلاص كده انا حطيت السمنة في الكنافة وفضلت اقلب فيها لحد ما لونها اتغير معايا. هجيب صينية اكون دهنها كده رشة خفيفة كده من الزيت، وانزل طبعا بالكنافة بتاعتي كلها فيها. وهبدأ ان